ولتنوير الرأي العام، ممثلو الصحافة الإلكترونية يشاركون في قافلة الحقيقة التي انطلقت فعليا من الرباط في اتجاه العيون. الهدف التعبير عن احتجاج الصحفيين على عملية التزييف والتضليل التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب. روبورتاج خالد نجدي. هي صرخة غضب لإعلاميين مغاربة ألمتهم عمليات التزييف التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الإسبانية تجاه المغرب، فخرجوا في قافلة قاصدين العيون من أجل كشف منح التضليل الذي اتخذ منه الإعلام الإسباني مسلكا وخطا تحريريا. القافلة هي قافلة من أجل الحقيقة، من أجل الحقيقة التي تجاوزتها بعض هذه الوسائل الإعلام وأصرت على مجموعة من المغالطات في تغطيتها لمختلف تلك الأحداث. وبالتالي الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية اليوم بمشاركينها من الذين يمثلون مختلف هذه المواقع الصحفية، وهم يعبرون بشكل أو بآخر عن احتجاجهم ضد هذه الطريقة اللامهنية. القافلة هي انتصار للحقيقة، انتصار للمهنية، انتصار لأخلاقيات مهنة الصحافة، وأيضا تضامنا مع الزملاء في قناة وإذاعة العيون. أيضا هذه القافلة جاءت لتؤكد أن الصحافة الإلكترونية المغربية هي متواجدة في الميدان، ليست فقط متواجدة على العالم الافتراضي، وأيضا تتفاعل ومع قضايا الكبرى ومع قضايا الوطن. قافلة الحقيقة ليست حصرا على ممثلي الصحافة الإلكترونية فحسب، وإن من ضم إليها فاعلون جمعويون أرادوا التعبير عن شجبهم لكل المناورات الرامية للتدخل في شؤون المغرب الداخلية والمس بسيادته. ما هذه المسيرة بل وهذه القافلة إلا كتسليط الضوء على كل المناورات من طرف ميليشيات بوليزاريو الذين يريدون طبعا وجارة مع الأسف الشديد الذي يريدون تمويه الرأي العام. وبالتالي نشجب من هذا المنبر، نشجب ونندد لكل من يحاول المس بالوحدة الترابية. قافلة الحقيقة انطلقت من الرباط، ويتضمن برنامجها ليوم غد لقاء مع صحفيي محطة العيون ومشاركة في مائدة مستديرة للتأكيد أن الحقيقة وإن أنكرها الحاقدون وإن كذبها المتعصبون